حققت المغرب طبعا الفوز على المنتخب التونسي، والحقيقه مواجهه ممتازه، سعداء جدا كبرنامج كقناه علشان المنتخب المغربي يحصد العلامه الكامله 6 نقاط من اول جولتين، وعنده منتخب الجزائر في الجوله اللي جايه. عايز اتكلم بقى عن نقطه مهمه ليها علاقه بمنتخب المغرب. في نظريه كده اتساقت للوطن العربي كاملا انه المغرب وقطاعات ناشئين المغرب وشباب المغرب قايم على فكره اللاعبين اصحاب الجنسيتين الذين نشأوا في اوروبا ولهم اصول مغربيه. وبعد شويه عادل سعد عنده اضافه مهمه جدا في القصه دي، بس انا هاخد مثل واحد. رضا النهارده بيقول ان كل ده وهم. ليه؟ لانه النهارده منتخب تحت 20 سنه بيقودوا نجوم محليين بتاخد دقايق لعب. هي منتخب المغرب عنده محترفين، لكن عنده لعيبه محليه هي اللي تصنع التفوق. يقود ليه في الاخر دقيقه 70 انه يستحق رضا ان هو اللي يسجل الهدف الخاص بالمنتخب المغربي وهدف الفوز في الدقيقه 71. ده الموضوع. المنتخبات اللي بتثق في اللعيبه المحليه. وشخصيا انا لو نويدي الرجراجي النهارده بتفرج على البطوله دي، حتى لو من باب التحفيز، الراجل ده على غرار لامين يامال، على غرار لعيبه كتير في المعدل السني ده بتاخد فرص بعض الشيء، ممكن ياخد فرصه. ده التأسيس الموجود عند لاعب اللي شغال بإطار مظبوط. دي الفكرة. من تاني هقول من باب التحفيز يشوف بس قميص المنتخب المغربي. حاجة ممتازة بصراحة، سواء كان في مواجهة المنتخب المصري أو سواء النهاردة تألقه قدام منتخب تونس. موهبة محترمة إلى أقصى درجة. صنع هدف قدام المنتخب ثم قدر يسجل هدف ببراعة الحقيقة كبيرة جدا جدا. فكل التحية الحقيقة للأشقاء في المغرب اللي بيعرفوا يبنوا هذا النوع من المنتخبات بهذه الدقة. انت عندك تقريبا جيل ثالث موجود عند منتخب المغرب، اغلب العناصر دي كلها محترفين. هنا الوضعيه هتبقى عامله ازاي؟ اولا بالنسبه للمنتخب الرجراجي والاستعانه بعناصر من منتخب 20 مثلا اللي النهارده ظهر قويا قدام المنتخب التونسي، منتخب 17 نفس الفكره، ده هيلتحم مع بعضه ازاي؟ هو المغرب بيعيش يعني زي ما كلنا عارفين طفره استثنائيه ومبنيه على تخطيط. هي دي المشكله بالنسبه للمنافسين طبعا، ان المغرب بيحقق نجاحات كبيره وبيدي انطباع بانتصارات متتاليه في فئات سنيه مختلفه، بيدي لنفسه اسبقيه معنويه على كل المنافسين دلوقتي كمان، لدرجه انه ناس كتيره واحنا بنتفرج على تصفيات كاس الامم الافريقيه دلوقتي يكاد يعني يقال عند اغلب المتابعين انه يكاد يكون المنتخب المغربي مرشح فوق العاده للتتويج باللقب في النسخه الجايه والعوده الى منصه التتويج بعد سنوات طويله جدا. انت عارف المغرب لم يحقق كاس افريقيا من سنه 76 في اثيوبيا، وكانت البطوله بتقام بنظام الدوري المجمع، مش ما كانتش فيها ادوار اقصائيه. ده هدف النهارده طبعا في تحت 20 سنه، هدف جه بعد 9 ثواني تقريبا للمنتخب التونسي، لكن رد الفعل بتاع المنتخب المغربي كان رائع جدا. وفره دي الجزء اللي هي دايما الجزئيه اللي بنقول عليها دايما المشكله الكويسه، ان يكون المدرب عنده فريق اول واضح في خيارات اساسيه واضحه وخيارات بديله ممتازه، لكن عنده كمان امتداد على مستوى فريق تحت 20 سنه وفريق تحت 17 سنه، فبالتالي دي زي ما بقول لك مشكله جيده جدا بالنسبه للمنتخب المغربي. ما اعتقدش ان وليد الرجراجي بخبرته هتبقى بالنسبه له دي ازمه، بل بالعكس. انا شايف ان هو كل لعيب بياخد فترته بشكل ايجابي. لعيبه المنتخب المغربي الاول حاليا بالتاكيد بعد سنتين 3 4 هيبدا تدريجيا ينسحب البعض منهم ويتم عمليه احلال وتجديد، هتبقى القصه سهله ومرنه، خصوصا ان احنا بنتفرج دلوقتي على منتخبات تحت 20 سنه بنشوف لعيبه عندها امكانيات تبدو على ارض الواقع يعني زي الجول الثاني اللي هيجي بعد شويه. الجول الثاني لفت نظري جدا، الانهاء في يعني اتقان، في قوه، في توجيه، ودي حاجه مش دارجه قوي في المستويات السنيه تحت 20 سنه. يعني زياد بقى كنت بتكلم عنه في الانترو، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. بالظبط، يعني الهدف لاعب الفتح الرباطي دكتور عادل اللي هو رضا العلوي. شوف الجون الثاني اللي هيجي هنا، هتحس انه انهاء لاعب بيلعب كتير صحيح ومتمرس، لاحظ المساحه بالظبط، بيتفضلوا مساحه كل حاجه. شوف هنا توجيه الكره في الزاويه بقوه، ده حقيقي، مديها توجيه كويس جدا. عاده في المستوى السني ده بتلاقي لعيب شاط الكوره في زاويه عاليه شويه او شاطها بضعف اكتر من اللازم، زي ما شفنا مثلا في ماتش المغرب ومصر تحت 17 سنه. منتخب مصر ارتكب اخطاء فادحه جوه ال 18
في المنطقه الدفاعيه بتاعته، تشتيت الكوره اضعف من اللازم. النهارده بتشوف امكانيات اعلى، طبعا نتيجه الامكانيات العاليه دي نتيجه ايه؟ نتيجه اللعيبه دي بتاخد دقائق كبيره في الدوري المغربي، يعني العلوي بيلعب بشكل بياخد دقائق معقوله جدا في الدوري، زائد الميكس اللي معمول مع لعيبه جايه من اوروبا برضه بتاخد دقائق كويسه جدا بره. ده مش حاصل للاسف في منتخب مصر، وان كان احنا عندنا الفرصه ان احنا نعدل ده. اعتقد ان احنا هنتكلم بعد شويه عن منتخب مصر، خصوصا انه تعادل النهارده مع الجزائر. ده حقيقي، وجايين لتونس كمان. دكتور عادل، قبل ما اغلق الملف المغربي، يعني انا كنت بتكلم في الانترو على فكره انه مصطلح ان المغرب قامت على فكره اللاعبين اللي نشأوا في اوروبا فقط لا غير. النهارده منتخبات الناشئين دي بتثبت انه لا، الفكره مش كده، لانه المرحله الثانيه بدات انه الدوري المغربي يبدا يطلع لعيبه. النقطه دي كانت نقطه مفتقده بشكل كبير جدا في الكره المغربيه، كان يتم الاعتماد على اللعيبه ذات التكوين الاوروبي بشكل اكبر. ولكن من خلال مباراه، مثلا المباراه اللي كانت بتعرض حاليا، اللي انا برضو عايز اجيب الاهداف تاني، اللي في نقطه مهمه جدا من خلالها. انت النهارده بتتكلم عن منتخب المغرب اللي موجود دلوقتي في البطوله اللي تحت 20 سنه مع المدير الفني محمد وهبي، في 7 عناصر تقريبا من داخل البطوله المغربيه، بل ان مسجل الهدف الاول للمغرب النهارده معاذ الضحاك هو احد اهم اللاعبين في البطوله المغربيه في الدوري المغربي مع نادي اتحاد. ده اللي جاب الجون الاول تحت 20 بالظبط، هنشوفه. سجل في الفتح الرباطي، سجل في الوداد مباراه التعادل 1-1، سجل في الدفاع الحسن الجديدي، وواحد هدافين الدوري. ده الهدف معانا على الشاشه يا جماعه. ده الهدف الاول بتاع المنتخب التونسي اللي سجل في اول هيجي هدف التعادل دلوقتي. طيب. ثم الهدف الثاني معاذ الضحاك، ثم اللي سجل الهدف الثاني اللي كان بيحكي عليه محمد ان هو شخصيه، اللي هو مين؟ اللي سجله رضا العلوي. طيب اللعيبه دي بتلعب ده الهدف الاول اللي كنا ده الهدف الاول اهو، الكره اللي خبطت وغيرت اتجاهها على المرمى. معاذ الضحاك. طب معاذ الضحاك لعب كام مباراه محمودي؟ لعب 9 مباريات من 10 مباريات مع اتحاد تورجه، يعني بيلعب بصوره اساسيه. طب رضا العلوي لعب كام مباراه مع نادي الفتح الرباطي؟ لعب 7 مباريات، وحتى لو كانت بدايه قليله بس بيشارك. وهنا النقطه المهمه ان اللعيبه دي فيها لعيبه بتشارك في الدوري المغربي، وده امر احنا مفتقدينه في المرحله العمريه دي. ودي مشكله، ومشكله كبيره جدا. انا عايز اقول لك ان يعني في اسماء لاعبين موجودين عندهم اضافه قويه، خاصه الاثنين اللي احنا ذكرناهم. وبالصدفه وانا امبارح يعني حتى كنت بسترجع الاسماء اللي موجوده، هم بيبرهنوا له، بيقولوا لا انت صح مليون المية، تعالى احنا كمان سجلنا الهدفين النهارده اللي سجلهم، لان دول رجلهم في الملعب. اللي حصل ده مش محتاج تبرير، اللي حصل ده محتاج مكافاه لاخواننا في المغرب. خلصوا الجماعه العلم، قامت عليهم الرجاله قامت عليهم هناك. المغاربه كمان لما اتعاملت معاهم لما كنت في المعسكر بتاع المهاجرين ده، جدعان جدا. يعني عارف الجدعانه بتاعت مصر اللي كنا بنتلذذ بيها زمان، هي دي اللي هو لا انت تقعد ما تعملش، انت تجيب لك كذا، انت خليك، انا اجيب، انا اعمل، انا انظف. جدعانه كده بتاعت المصريين بتاع زمان، اللي هو كان الاحساس اللي بيميز المصريين عن كل شعوب المنطقه. فالمغاربه يعني في الوسائل دي، والميزه ان المغاربه هم اللي قادوا المساله دي. احنا عندنا جاليه مصريه بتتكون الحمد لله هناك، بس لسه طبعا فين وفين، ما كملوش 50 70 واحد يعني. وبعض الهولنديين اللي استفزهم ان الناس تطلع على بيوتهم تنزل اعلام. لذلك يعني عليك ان تستمتع بهذه المشاهد. جماعه والله على فكره، هي بس احنا بنحمي اذان الفضليات اللي بيتفرجوا علينا، لان في ستات عفيفات فضليات فعلا ما بيسمعوش الشتيمه دي بس. لكن لو عليا انا، لا انت لازم تسمع هما بيقولوا عليك ايه. اصل بيقولوا عليك وعليا على فكره، بيقولوا عليا وعليك وعلى العرب جميعا نعمل فيهم كذا، نعمل فيهم كذا. فلازم نبقى عارفين هم عايزين يعملوا فينا ايه، عشان لما نعمل فيهم احنا برضو تبقى يعني سبقناهم، احنا اتغدينا بيهم قبل ما يتعشوا بينا. بس هو بيتكلم عليك كده. دي الهتافات. طب انت دلوقتي بصوا عشان تبقى فاهم بس القصه، ايه علاقه العرب بانك رايح تتكلم على او رايح تشجع في ماتش في اوروبا في هولندا؟ فريقك المجرم ده بتاع الكوره رايح يلاعب فريق اياكس امستردام. ايه علاقه العرب بالموضوع؟ وايه علاقه جيشك بالموضوع؟ مش كوره خالص، دي مش كوره خالص. بس لو اقول لكم دول مجرمين على فكره يا جماعه. هولندا
تعتبر ولايه صهيونيه. شوف هولندا دي عندنا فيها جاليه عربيه بتاع، بس هولندا على علاقات وطيده بالصهاينه بشكل غير مرعب، لدرجه ان هولندا كان لديها اتفاقيه مع الصهاينه تسمح باستخدام مطار امستردام كمخزن للسلاح دون الرجوع الى هولندا. يعني ايه؟ يعني الصهاينه كانوا عاملين اتفاقيه مع الهولنديين على ان جزء من مطار امستردام يتم تخزين فيه السلاح من غير ما الهولنديين يعرفوا ايه اللي حصل او ايه اللي موجود جوه. لحد سنه 1991 وقعت طائره من طيران العال الاسرائيلي داخل الحدود الهولنديه، وكانت تحمل بتشيل بقى حاجات، ما هم بيشيلوا حاجات ويودوها اسرائيل، بيدخل المخازن بتاعته. عارف انت تلاجة اخوك خده، ادخل خد اللي انت عايزه، بالظبط كده. المثل اللي احنا بنتريق بيه ده كان ده حاصل عند الهولنديين. فكان بيدخلوا طيران الاسرائيلي ياخدوا من المخزن ويطلعوا، فطياره العال الاسرائيليه واخده شويه حاجات من المخزن وماشيه، وبعدين انفجرت الطائره سنه 1991. فعملت الطائره انفجار ايه بقى؟ عملت تلوث نووي اشعاعي. تاريخ الطياره الهانم كانت واخده مواد نوويه سنه 91، يعني مخزنين مواد نوويه واشعاعيه في مطار امستردام من غير ما الهولنديين يعرفوا، حسب الاتفاقيه بتاعته، والدنيا اتقلبت وبتاع والحاجات دي كلها. فالصهاينه زي ما هنشوف دلوقتي، حتى تصريحات رئيس الوزراء وتصريحات الملك والحاجات دي كلها، فهولندا دي تعتبر يعني ايه ولايه من ولايات الصهيونيه. عشان كده اللي حصل فيها ده مرعب، لان هم ايه ده حصل في هولندا، البلد اللي احنا بنعتبرها اسرائيل الثانيه دي، احنا كده نتروق ونتعلم علينا في اسرائيل الثانيه دي. ده مرعب، ده بالنسبه لهم مرعب، وبالنسبه لنا احنا يجب ان يوضع في اطاره اللي هو احنا خلاص انكسرت كل التهم اللي كانت فوق الرقبه، السيف اللي كان فوق الرقبه، معاداه الساميه، واللي واللي هيقرب من الصهيونيه مش عارف يجرى له ايه، ده كله ده كلام فارغ. ده منطق؟ ده علم فلسطين في بلد مش بلدك، انت مال ابوك؟ هو بيتعامل على ان دي بلده، وعالم فلسطين في اي حته هو بالنسبه له عدو. فبداوا يطلعوا يتسلقوا بيوت الناس عشان ينزلوا العلم. طيب خلصوا الجماعه العلم، قامت عليهم الرجاله قامت عليهم هناك. والحقيقه لاخواننا في المغرب، المغاربه كمان لما اتعاملت معاهم لما كنت في المعسكر بتاع المهاجرين ده، جدعان جدا جدعان جدا. لذلك يعني عليك ان تستمتع بهذه المشاهد اللي تروق فيها الصهاينه اول مره يتروقوا في اوروبا هذا الترويج.